ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم الكشري بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه كوبايتين رز، بحط عليها كوبايه عدس بجبه اللي هو العدس بتاع الكشري. معايا كوبايتين شعريه صغيرين. معايا تشكيله مكرونه سباكيتي. المكرونه الصغيره ديت اللي هي بتاعه الكشري، مكرونه تانية حجم اكبر، تشكيله من المكرونات. معايا بصل هقطعه واعمله حلقات. وكمان هيبقى معايا طماطم ومعايا توم ومعايا بصل. دولت اللي هعمل بيهم الكشري. والتوابل اللي هشتغل بيها النهارده اللي هي الفلفل والكمون، دولت اساسي في الكشري، والشطه طبعا، والملح حسب مذاقك. اول حاجه انا هاخد البصل دوت اهو كده، انا غسلته وقطعته بالشكل ده. هقطعه حلقات واحمره في الزيت عشان الزيت بتاعه انا هاخده، وبعد كده هشتغل بيه في بقيه الوصفه كلها. هعمل الكشري بالزيت اللي انا حمرت بيه البصل دوت. هقطع البصل واوريهولكم. خلاص انا قطعته كده بالشكل ده حلقات خفيفه. قسمت البصله 2 وقطعتها كده. لو البصله صغيره ممكن تقطعيها ترانشات بقى واحده، مش يعني ما تقسميهاش. هضيف معلقه ملح كده، وهضيف ملح وفلفل وكمون. هضيف معلقه كمون صغيره برضو. انا هملح البصل دوت عشان يبقى طعمه حلو. نص معلقه فلفل. الاضافه بقى اللي هي بتخلي البصل مقرمش معايا اللي هي الدقيق. هضيف كده معلقتين دقيق صغيرين كده، وهقلب بقى البصل. ولو لقيته محتاج شويه دقيق تاني، لو انت عامله كميه بصل كتيره ممكن تزودي شويه دقيق كده. انا حطيت 4 معالق دقيق صغيرين. هبدا دلوقتي هاخد البصل وحطيت فيها زيت، وهبدا اضيف فيها البصل بقى عشان احمره. البصل خلاص اهو اتحمر معايا. هحطه هنا على منديل يصفي. لازم اصفي الزيت اللي فيه. جبت حله وحطيت فيها ميه وشويه زيت، معلقتين ملح عشان اسلق فيها المكرونه بتاعه الكشري. اول ما تغلي هضيف لها المكرونه عشان اسلقها فيها. جبت حله تانية اهي، حطيت فيها بصلايه متخرطه ناعم ديت. هحط فيها العدس، هشوح فيها العدس دلوقتي اهو. انا غسلت العدس وهضيفه هنا كده وهشوحه، وملح وفلفل وكمون. بس مش بكتر الملح بقى عشان بعد ما اجي اغرف الكشري ما يبقاش مالح. بحاول اظبط ملح كل حاجه انا بعملها بضيف لها ملح، بس بظبطه مش بخليه مالح قوي. اول ما يتشوح معايا العدس كده هضيف له ميه عشان اسلقه. انا هسويه وبعد كده هبقى اضيفه مع الرز. هغطيه واسيبه يستوي. غليت معايا. انا ضفت المكرونه السباكيتي الاول، قسمتها نصين وضفتها. بعد كده هبدا اضيف لها بقيه المكرونه التانية اللي عندي. اي نوع مكرونه انت حابه تضيفيه او بتحبي تعمليه مع الكشري تعمليه، ده اختياري ليكي. ده الزيت اللي انا كنت بحمر فيه البصل. دلوقتي هاخده هنا واصفيه البقايا بتاعه التحمير اهي عشان يبقى زيت نضيف. هعمل بيه شويه كده. هحط الشعريه كده في الحله عشان احمرها. هنا معلقه ملح عشان تساعد ان هي كلها تتحمر في وقت واحد. هي خلاص اتحمرت معايا اهي. انا مش بغمقها قوي، بخليها ذهبي كده. والرز انا غسلته كمان وصفيته. كوبايتين رز على كوبايتين شعريه وملح وفلفل
كمون. الكشري بنضيف فيه كمون يعني مع كل الحاجه اللي بنعملها، عشان الكمون بيبقى كويس للمعده. بتظبطي الملح حسب المذاق وحسب كميه الرز اللي انت حطاها. هو كده اتشوح معايا، هضيف له الميه بقى بتاعته. الميه تكون مغطياه. خلاص استوت معايا، وانا صفيتها كمان من الميه ورجعتها في الحله تاني اهي. هبدا اضيف لها شويه زيت من اللي في الكوبايه معايا. الزيت دوت استغليناه كويس، اللي عملنا بيه البصل، فلفل اسمر للمكرونه، شويه كمون صغيرين برضو، ملح، وهبدا اقلبها. بعدين لو لقيتها بردت بروح مشغله عليها النار على نار هاديه قوي، واضيف لها شويه ميه صغيرين جدا، وبعد كده بسيبها لحد ما تسخن، وبعدين بقدمها مع الكشري. حله تانية وحطيت فيها معلقه توم مهروس، وهضيف لها شويه زيت. هعمل الصلصه بتاعت الكشري. التومه خلاص اتحمرت معايا، انا هضيف لها الطماطم. دي طماطم انا ببقى عاملاها في البيت جاهزه. ببقى اجيب الطماطم واغسلها واقطعها واحطها على النار لحد ما تطلع الميه بتاعتها او متسبكه، بس من غير ما اضيف لها اي اضافات. ممكن احط لها قطعه بنجر، بتبقى سهله معايا، بستعملها على طول في الطبخ، بتبقى سهله معايا في التحضير. دلوقتي هضيف الملح، فلفل، كمون، وهسيب الطماطم دي تتسبك. هعمل دلوقتي الدقه بتاعه الكشري. جبت معلقه توم صغيره وعليها معلقه زيت، برضو مش بكتر الزيت دلوقتي مع الدقه، وبشوحها. انا بشوحها بس مش بحمرها، تشويحه خفيفه. اول ما يصفر كده معايا بضيف عليه الشطه، نص معلقه فلفل، نص معلقه كمون، نص معلقه ملح. بروح بقى احط عليها خل، معلقه صلصه من اللي انا عاملاها. دي بتدي طعم حلو. هضيف لها شويه ميه صغيرين، ربع كوبايه ميه. صلصه الكشري هي قربت تتسبك معايا، انا هضيف لها السكر، بيديها طعم حلو، بيخلي الصلصه دي مختلفه، لها طعم مختلف، وكمان بيشيل المزازه اللي بتبقى في الطماطم. اول ما تتسبك هطفي عليها. الكشري بقى جاهز معايا خلاص. المكرونه اهي، صلصه اهي، ودي كمان اهي الشطه بتاعت الكشري، وده الرز بالشعريه، وده العدس اهو، وده البصل المتحمر. هغرفه دلوقتي معاكم. اول حاجه هنغرف المكرونه، هنحط شويه كده مشكله، تشكيله مكرونه. هناخد عليها شويه رز، ناخد شويه من العدس دوت، تبقى شويه بصل. ناكل الكشري كمان مع هريسه الشطه دي. دي انا عاملاها على القناه، ولو حابه تشوفي الفيديو موجود عندي على القناه. هريسه الشطه دي بتبقى حلوه مع الكشري وبتدي طعم حلو. هنضيف شويه صلصه والشطه طبعا حسب مذاقك،
شوية شطة. شوية بصل كده تاني. وده شكل طبق الكشري اهو بالشكل ده. بالهنا والشفا، واتمنى تجربوا الكشري. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير والمشاركة في القناة. الكشري المصري.